الحقيقة الفراعنة اشتهروا بأنهم مهد الحضارة وأرض العلوم في مجالات كتيرة جدا، فلك وجيولوجيا وفيزياء والكلام ده كله. لكن اشتهروا بإيه بالطب بالظبط؟ تعالى وأنا أحكي لك. أول حاجة لازم تعرفها إن الفراعنة هم أول من أسس مدارس للطب زي مدارس أيون وهليوبلس، واللي حققت شهرة كبيرة في الوقت ده. وطبعا من أشهر الأطباء الطبيب والمهندس العبقري، والحقيقة كان وزير كمان مقرب من الملك زوسر وهو أمنحتب، واللي بنى وصمم هرم زوسر المعروف في سقارة. ده غير حسيرع رئيس أطباء الأسنان، وبس شيت أو طبيبة القصر وهي أشهر أطباء المصريين القدماء. وبالرغم من معرفتهم القوية بتكوين جسم الإنسان، إلا أن علم التشريح ما كانش عندهم بنفس القوة، وده تحديدا ناتج من احترامهم لقدسية الجثث، وخلاهم يدفنوا الجثث زي ما هي ويحنطوها ويحطوا معاها كمان أشيائهم القيمة. ربة الداء والدواء عند الفراعنة هي الإلهة سخمت، وده اللي خلى الكهنة ليهم دور كبير جدا في التشخيص والعلاج، إما بالسحر أو إلقاء التعويذ أو طبعا بإعطاء الأدوية المناسبة. ودايما كان مع بعثة العمال والبنايين اللي بيطلعوا في الصحراء لازم يكون في كاهن، عشان لو حد اتقرص من عقرب أو تعبان أو أصابه أي مرض الكاهن يتدخل ويعالجه على الفور. والطبيب المصري القديم إلى جانب خبرته العملية إلا إنه برضه كان ملم بأمور السحر والتعويذ عشان يعالج الحالة النفسية للمريض بجانب علاجه للحالة المرضية. وده كان بيساعده إن زي ما يعالجه بالعقاقير والأدوية يلقى عليه التعويذ اللازمة لطرد أي روح شريرة شايفها مسيطرة على المريض. وده حسب ما وصلنا من برديات، وتحديدا بردية إيبرس وهي أشهر بردية للطبيب المصري. يعني مثلا لو المريض مصاب بنزلة برد أو ارتفاع في درجة الحرارة كان بيديله الأعشاب اللازمة زي النعناع واليانسون والحاجات اللي معروفة في زماننا ده، ومعاها برضو كان لازم يلقي عليه التعويذ السحرية اللازمة لطرد الروح الشريرة، لأن الفراعنة كان معروف إن هم بيعتبروا المرض ده هي روح شريرة سيطرت على المريض. وطبعا غير الكهنة كان في أطباء متخصصين كتير، بداية من كبير أطباء القصر ونزولا إلى الأطباء المتخصصين في أمراض العيون والأسنان والباطنية وغيرهم كتير. ورجوعا إلى البرديات اللي تركها الطبيب المصري، لان هو قدر يعالج العديد من الامراض زي امراض القولون والجهاز الهضمي والنساء والتوليد، بعض امراض العيون والاسنان، جراحات العمود الفقري والجمجمه، وطبعا الامراض الجلديه. مش بس كده، قدر الطبيب المصري انه يوصف فوق ال 280 وصفه طبيه موجوده في البرديات لعلاج امراض مستعصيه ساعتها زي القولون او امراض البشره او الجلديه تحديدا، وبعض امراض النساء والتوليد. وقدروا ان هم يخترعوا الحقيقه بعض الاختراعات زي المشرط الطبي والسكينه والملقاط. احيانا الفراعنه كمان ما سابوش حاجه ما استخدموهاش، بدايه من النباتات والفواكه والاعشاب، وعدوا بقى على الحيوانات والاسماك وبعض فضلاتهم احيانا. كل ده كانوا بيستخدموه في الوصفات بتاعتهم. استخدموا فوق ال 160 نبات لعمل وصفات. على سبيل المثال في علاج الصداع كانوا بيستخدموا البصل مع بعض بواقي السمك، وفي علاج الامساك كانوا بيستخدموا زيت الخروع والتوت البري. واخيرا لازم تعرف ان الطبيب المصري كان له مكانه مرموقه في الدوله، كان بيطلق عليه لقب سي نو، وشهرته امتدت للمناطق المجاوره لدرجه ان احنا كنا بنبعت بعثات خارجيه لعلاج المرضى. كان بيجي لنا وفود من المناطق المجاوره لزياره طبيب الملك لتلقي العلاج اللازم. حتى انه هوميروس قال في روايته المعروفه الأوديسا ان الطبيب المصري هو اشطر طبيب على الارض، ولحد النهارده على فكره.